فحملك من المهم جدا اتباع احتياطات معينه عشان تضمني صحتك وصحه الجنين. انا هكلمك عنها النهارده. انا دكتور احمد بدر الدين. اول حاجه لازم اكلك يبقى صحي ومتنوع ومتزن بين فواكه وخضار وحبوب وبروتين. نقلل خالص من القهوه والشاي. لازم تهتم براحتك وما تحمليش على نفسك لا بدني او نفسي. احمي نفسك من اي عدوى. اغسلي ايديكي باستمرار وخصوصا بعد ما تلمسي اللحوم النيه قبل ما تجهزيها. بلاش تلزيق واحضان في الضيوف. خافي على نفسك. مفيش اي خطوره من شويه نشاط بدني. المواظبه على ادائه مهم ليكي ومهم للدوره الدمويه بتاعتك، بس اي نشاط عنيف بلاشه نهائي. التدخين طبعا ممنوع عشان تاثيره على الجنين وتشوهات الاجنه. طبعا هتحط لك جدول متابعه ورعايه منتظمه. لازم تسمعي كلام الدكتور والمتابعه تكون في نفس المواعيد اللي قالها وباستمرار. ضغطك مهم جدا ان هو يتقاس اول باول، وبلاش اي مكملات غير اللي الدكتور كتبها لك انك تاخديها. واهتمي جدا تاخدي المكملات الغذائيه بتاعتك. دي اهم نصايح ليكي في الحمل بتاعك. عندك اي سؤال او استفسار اكتبيه تحت وهرد عليه بنفسي. شكرا ليكي.